بما انه احنا في فصل تربية الرمان، حبيت اسوي لكم مقبلات الرمانية، وايضا راح اعلمكم على طريقة نصون بها الرمان، وهي هذه اني طريقتي الوحيدة المعتادة عليه حتى انظف بيه الكمية المحتاجتها من الرمان باسهل واسرع طريقة. هسه هنا راح اغسله، واني طبيعتي احب اغسل الرمان قبل التنظيف وبعد التنظيف. هسه بعد ما غسلته وصفيته من المي بديت احضر الرمانية، وهنا بعد ما ضفت كوبين من الرمان راح اضيف كوب من اللبن الزبادي، واكيد اذا كانت متوفرة عندكم اللبنة تقدرون تستخدمون، بس ما انصحكم تضيفون المايونيز اللي راح يغير عندكم طعم الوصفة. هنا بعد ما ضفت العسل راح اضيف ربع ملعقة كبيرة من بودرة عصير الرمان. هيك تكون جهزت عندنا اول طريقة من الرمانية، ونبدأ بتحضير الطريقة الثانية. الطريقة الثانية انا راح احتاج بها تقريبا نفس المكونات، بس التغيير الوحيد اللي بيها هي اضافة الراشي للوصفة. وهنا حتى جهز الطريقة الثانية من الرمانية راح اضيف كوبين من الرمان وكوب من اللبن الزبادي، وبعدها راح اضيف لهم 2 ملعقة كبيرة من الراشي، واخر مكون راح اضيفه نصف ملعقة صغيرة من بودرة عصير الرمان. وهيك تكون جهزت عندنا الطريقة الثانية من المقبلات. واما بالنسبة للطريقة الاخيرة فراح اضيف ايضا كوبين من الرمان وكوب من اللبن الزبادي، وعندي هنا السكر راح اضيف ملعقة كبيرة من السكر، واكيد طبعا تقدرون تستبدلون بالعسل اذا حبيتوا. وهذه نهاية وصفتنا المقبلات الرمانية، جربوها اكيد راح تحبونها.